تغييرات محتملة في تشكيل منتخب مصر أمام إيران. في كلام كتير بيتقال إن في توتر داخل المعسكر عشان إنذارات مروان عطية وإنذار مهند لاشين وكمان إنذار أحمد فتوح. وكمان في توتر برضو أو يعني بعض التفكير في مرموش بسبب أداء وعدم المشاركة الإيجابية مع باقي الفريق. من احتمالية كبيرة تواجد محمود صابر داخل التشكيل موجود، هل هيكون على حساب مروان او حساب مهند لاشين؟ بص، هتعرف الكلام ده ان مين الاقرب افادة للمنتخب هو اللي مش هيكون متواجد. يعني لو تواجد محمود صابر على حساب مهند لاشين هيبقى مهند لاشين هو الورقة الرابحة لحسام حسن، عشان كده هيتم يعني ابعاده. لو اتغيب مروان عطية هتعرف ان مروان عطية هو الورقة الرابحة، عشان كده خلاه وحجزوا المباراة القادمة. محمود صابر هيجيد لعيب، هيبقى نازل عنده روح، هيبقى عنده روح. طيب مين التاني؟ كريم حافظ بنسبة كبيرة هيكون مشارك في الشوط الثاني ما دام في مكان فتوح، سواء منتخب فايز او مش فايز كريم حافظ هيكون متواجد. طب محمد هاني هيشان الارهاق والاجهاد؟ لا، هيكمل. طب مين اللي هيبقى بديل لحمدي فتحي؟ مفيش شك رامي ربيعة. طيب هل تريزيجيه هيكون له تواجد اساسي؟ تريزيجيه وهيثم حسن وابراهيم عادل هيكونوا متواجدين النهارده بشكل اساسي ورسمي. يعني تريزيجيه هيبدا المباراه، هيثم حسن هيكون تغييره في الشوط الثاني حسب النتيجه، وبنسبه كبيره هيكون متواجد في الشوط الثاني. النتيجه لو سلبيه او ايجابيه او تعادل سلبي او ايجابي او تقدم ايجابي لمنتخب مصر، هيثم حسن هيكون متواجد على حساب محمد صلاح. زيزو بنسبه كبيره النهارده انا ارجح عدم مشاركه محمود صابر ما دام مكان مروان عطيه. انا بقول لك هيلعب بامام وزيزو تمانيات في نص الملعب. يا عم انت لخبطتني، اقول لك من الاخر هيبقى الشناوي لحراسه المرمى، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم على اليمين، محمد هاني، وعلى الشمال كريم حافظ. في نص الملعب هيلعب بدفندر 6 رسمي، مهند لاشين هيلعب باتنين قدامه، امام عاشور وزيزو، وهيلعب في اليمين محمد صلاح، في الشمال تريزيجيه، وهيلعب ب زيكو في الامام. معنى كده ان انت بتقول ان حسام هيبدل الخطه الهجوميه؟ انا ما بقولش كده، هيخلي امام ياخد مهام دفاعيه اكتر ويعمل نقل للكوره اسرع بدون جري للكوره. ده التشكيل المتوقع لنا منتخب مصر. طيب في حاجات كتير بتحصل طبعا هناك من امبارح واول امبارح بسبب موضوع العالم اللي هي لا مؤاخذه. النهارده الفندق انار انار الاضواء العاليه في الفندق بالالوان الزباله السبعه، ضرب الحائط، وكل كل شيء محترم في مباراه مصر وكوره. اكتب لي انت بقى في التعليقات تشكيل منتخب مصر متوقع من وجهه نظرك انت. تنساش لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم.